مشكلة حضرتك ومشكلتي ومشكلتنا كلنا ان احنا كسلانين. اهلا بيكم في فيديو جديد، انا رضوى رضوان ويلا بينا. احيانا مش لازم نكون بنقلل من نفسنا، مش لازم يكون عندنا مشكلة معينة بتخلينا نوقف نفسنا عن الحدود اللي احنا نقدر نوصل لها، او ان احنا عندنا مشاكل نفسية معينة بتخلينا ما نقدرش نعمل الحاجات اللي احنا فعلا عايزين نوصل لها. احيانا بنكون كسلانين، احيانا مشكلتنا بتبقى ان احنا حاسين ان احنا مش عايزين نعمل الحاجة قوي، لان ايه المشكلة لو ما عملتهاش؟ هيحصل ايه لو ما عملتش الحاجة دي النهاردة؟ ايه اللي هيتغير يعني؟ يمكن تكون مشكلتنا مش ان احنا محتاجين ان احنا نعالج شيء معين في نفسيتنا او في صحتنا النفسية، ولكن مشكلتنا ان احنا نكتشف ونريلايز ان مشكلتنا هي الكسل، ان انت كسلان. بس الكسل هنا مش بمعناه الصغير بتاع ان هو ان انت جيت في يوم كده زهقان فقعدت وما عملتش حاجة. لا، الكسل بمعنى ان وجودي هنا مش خطر، وجودي في المكان ده واللي انا بعمله مش خطر عليا، مش بيدمرني، مش بيدمر حياتي. اي نعم المكان اللي انا فيه مش حلو وانا مش مبسوط ومش دي الحاجة اللي انا عايزها ولا اللي انا بحلم بيها، بس في نفس الوقت هي قشطة يعني، شغالة، مكملة. والفكرة هنا ان انت تصلح حاجة كده كده ماشية معاك أصعب بكتير على فكرة من إن أنت تصلح حاجة هي بايظة. لأنك لو سألت معظم الناس اللي عملوا حاجة في حياتهم بجد، غالبا هيقولولك إن هم وصلوا لحتة وحشة، إن هو اكتئب، إن هو خسر كل حاجة، إن هو الناس كلها سابته، إن فلوسه كلها راحت، إن أيا كان حصل له حاجة دمرته. فبالتالي كان لازم يبني، عشان ما كانش فيه اختيار آخر. ما هو أنا لو تحت خالص يطلع فوق يا هندثر، فبالتالي كان لازم اطلع فوق. لكن اعمل ايه لو انا اوريدي في النص؟ ما هو انا ولا فوق ولا انا تحت، بس انا النص ده مش مريحني وانا عايزه اطلع فوق. عامل زي اللي واقف على طريق، والطريق ده حر جدا، طريق سريع وواسع، وفي عربية جاية من بعيد قوي، وانت واقف مكانك، لا ينفع تقعد ولا ينفع تمشي ولا ينفع تعمل اي حاجة، واقف من غير جزمة والجو حر جدا وتعبان جدا. بس العربية جاية من بعيد، فليه اتحرك؟ ما انا واقف. هي مش هتخبطني دلوقتي بس هتخبطني في يوم من الايام، بس ما انا واقف. مفيش حاجة هتحصل لي، شوية حر، شوية قرف، شوية خنقة، حاسس اني مش قادر، رجلي اتلسعت، بس اهي مكملة. نفس الفكرة، نفس الفكرة. انا مش عايز اعمل الحاجة دي ليه؟ علشان انا حاسس ان تمام. هو ايه المشكلة يعني لو انا النهاردة ما عملتش الحاجة اللي انا وعدت نفسي بيها؟ او ايه المشكله ان انا النهارده ما نزلتش اتمرنت؟ ايه المشكله ان أنا النهارده ما ابتديتش في الحاجه اللي انا عايزه اعملها؟ ما هو بكره زي بعده زي بعده، عشان في حته معينه عقلك بيخدعك بفكره الوقت، بيحسسك ان دايما في وقت عشان دايما يقعدك. عشان في الاول وفي الاخر عقلك اهم حاجه عنده انك تبقى في امان، مش في راحه، مش في فرحه، مش في نجاح، مش في اي حاجه، في امان. امان فيزيكلي. الضغط او المجهود او الحاجه اللي انت هتحطها على نفسك لو هي مش اوبشن الأخير ليك، فبالنسبة لعقلك قشطة يا عم اقلبه، خلينا قاعدين هنا شوية. طيب، هل ده معناه إن أنا لازم أدمر الحاجة اللي في حياتي مع إني الحمد لله تمام؟ لازم أدمر حياتي عشان أوصل لحتة معينة وأقدر أطلع منها؟ لا طبعا، لا طبعا، بالعكس. معناه إنك لازم تاخد بالك إن هي دي المشكلة. معناه إنك لازم تفهم إن يمكن مشكلتي مش في إني عندي مشاكل تانية وحاجات، ممكن بس إن أنا كسلان لإني حاسس اللي أنا فيه ده يكمل عادي. ليه بقى؟ هو ده السؤال. ليه أنا حاسس إن اللي أنا فيه ده يكمل عادي؟ ليه أنا متقبل إن أنا أكمل كده عادي؟ وهنا يجي دور عقلك، وإزاي هخليك تقلبه عليك. عقلك غالبا يعني بيستجيب جدا للخيالات. عشان كده ممكن مثلا ان انت تقعد تتخيل سيناريو حزين في دماغك وفجأة تلاقي نفسك متضايق فعلا، مع ان السيناريو مش موجود والاشخاص اللي انت يعني عملتهم مش حقيقيين وكل حاجة، ولكن عقلك بيستجيب للمشاعر اكتر بكتير مما يمكن ان تتخيل. فانا عايزاك تتخيل ايه هي
الوضع اللي انت ممكن توصله لو قعدت سنة 2 3 4 5 من غير ما تعمل اي حاجة في الحاجة اللي انت عايزها دي. عايزاك تتخيل هتكون فين، ومش عايزاك تتخيل بأحسن سيناريو، عايزاك تكون متشائم شوية فيها، لأن الحتة دي هتساعدك إن أنت تقوم وتتحرك، إن أنت تبقى حاسس إن اللي أنا فيه ده مكمل معايا دلوقتي بس بعدين لأ. لو عايز أبسط طريقة عشان توصل للحتة اللي أنا بكلمك فيها دي، ببساطة شديدة تخيل دلوقتي لو أنت صحيت على نوم لا قدر الله، ربنا ما يوري حد، خبر ان انت لو ما اهتمتش بصحتك بأحسن طريقة، بأكتر شيء ممكن عليه، هتموت. وديفنتلي لا محالة، مفيش اختيارات أخرى، مفيش إن أنا ممكن أعمل مش عارفة إيه، ممكن فرصة، لأ. لو ما اهتمتش من النهاردة بأكلك وبشربك وبتمرينك وبصحتك، خلاص انتهت. شوف ممكن تعمل إيه لو أنت وصلت للحتة دي. شوف في المنطقة دي انت هتبقى بتعمل ايه علشان مش هيبقى عندك اختيار اخر. وهي دي الفكرة، ما عنديش اختيار اخر. اقنع عقلك بده حتى لو ده مش حقيقي، حتى لو انت الحمد لله صحتك كويس، حتى لو انت حياتك ماشية كويس، حتى لو ايا كان، اقنع عقلك بان دي الحقيقة، بان انا لو ما كملتش وما عملتش الحاجة اللي انا عايزة اوصلها هنوصل للحتة دي، هنكتئب، هنخسر فلوسنا، هنخسر شغلنا، هنخسر الناس اللي بنحبها، هنخسر نفسنا، هنخسر صحتنا، ايا كان. تاني حاجة، حاول على قد ما تقدر تتعامل مع نفسك على انك طفل. انا عارفة ان النصيحة دي سمعتوها كتير، بس النصيحة دي والله العظيم لما بتعملوها صح بتشتغل حلو قوي قوي. يعني ما اقدرش اقول لكم قد ايه ان هو انت بجد لما بتعامل نفسك على انك عيل بتشده من رجليك كده وتوديه الحتة اللي انت عايزها، بتشتغل. لان يعني زي ما بيقولوا كده احنا كلنا فينا جوه طفل صغير صغير متخلف كده. الطفل ده موجود، بس الطفل ده بقى في الحالة دي انت محتاج ان انت تهذبه، تربيه، تعلمه. فبالتالي لما الطفل اللي انت بتحبه ابنك ايا كان يكون مش عايز يذاكر، ليه؟ مش قادر، زهقان، عايز يلعب فيديو جيم، بس هنعمل ايه؟ هنشده ونقعده ونجبره ويذاكر. نفس الشيء، مش عايز انزل، مش عايز اعمل التاسك ده، مش عايز اعمل الحاجة دي، ليه؟ مش قادر، زهقانة، تعبانة، عايزة اقعد اتفرج على الموبايل شوية. شدك من شعرك واجيبك واقعدك وهخليكي تعملي الحاجة دي حتى لو انتي مش طايقة. عارفة اللي هو كده، عيلة صغيرة شدها من شعرها وبقعدها على الكرسي. لان احيانا التربية الحديثة ما بتنفعش، احيانا محتاجين ان احنا نتعامل مع نفسنا على اننا طفل صغير محتاج تربية من بتاعت قديمة دي، اللي هي بتاعت الشبشب دي. علشان تعرف تعمل حاجة في حياتك فعلا لازم تكون عندك نوع من الحزم مع نفسك شوية، ولازم تبقى فاهم ايه التريكس اللي تيجي. لان ما هو انت برضو لو شديت على الطفل ده بس كده هيفلت منك وهيعمل كل حاجة هو عايزها من وراك. بس احنا بقى مش عايزين كده. احنا عايزين نبقى الآباء اللي بيشدوا بس بيعرفوا يرخوا امتى، ومصاحبين عيالهم، بس في نفس الوقت في حتة كده يعني ايه، احترام، في حتة كده يعني ايه، هيبة. فاهمين؟ احنا عايزين نوصل للحتة دي. فعشان كده لازم قبل ما تعمل كل الكلام ده تفهم ان يمكن مشكلة حضرتك ومشكلتي ومشكلتنا كلنا ان احنا كسلانين. بس ان انت كسلان لانك حاسس ان اللي حواليك ده تمام، قشطة، بكمل. ف بس كده، اتمنى تكونوا اتبسطتوا بالفيديو الصغير ده، تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، فولو على الانستجرام والتيك توك، وبس كده. باي باي.